السلام عليكم، انا انس خالد حضرنا بعنوان افضل 10 افلام في 2023. والسنه دي نوعا ما مش عايز اكون بأوفر، بس هي فعلا سنه سيئه. مش سيئه بمعنى كلمه سيئه، بس عاديه خالص. كنت متوقع افضل من كده صراحه، واللي بتمنى في 2024 ان هي تكون اعلى، لان اعتقد ان هيبقى بسهوله ان هي تبقى اعلى، لان 2023 ما هياش في ليفل كبير يعني عشان اي حد يتخطاه. ده شيء اعجازي، بالعكس هي ليفل عادي جدا. بس على قد كده برضو كان في افلام كويس، كان في افلام حلوه جدا. اي نعم، مفيش فيلم فيها 10 من 10، مفيش فيلم فيها 9 من 10 مثلا، ولا حتى فيلم واحد. بس فيها افلام ممتعه، فيها افلام تستحق تقييم 8 و8 ونص، وممكن نروح ل9 ونروح للمركز العاشر. وفي المركز العاشر فيلم ذا فلاش. فيلم بيحكي عن شخصيه ايرين اللي بيسعى لاستغلال قدراته الخارقه ان هو يرجع لماضيه وينقذ والدته من الموت، ولكن لما بيجي يعمل كده بيعمل خلل في الزمن، وبيحاول ان هو ينقذ مستقبله باي طريقه. ببساطه فيلم حلو. اي نعم، الفيلم في ناس كتير جدا كان منتظر الفيلم اللي هو فيلم هيبقى واقع. يا جماعه الفيلم واقع فعلا كايرادات. الفيلم ما جمعش غير 100 مليون تقريبا او 100 وكسور، مع العلم ان الفيلم اتصرف عليه اكتر من 300 مليون، فدي خساره كبيره جدا. بس الفيلم كقيمه فنيه، لا يا جماعه الفيلم حلو جدا بالنسبه لي. فيلم من افضل افلام سوبر هيرو في القائمه اللي عملتها. فيلم من افضل افلام في السنه. فيلم ممتع مش ممل، قصه كويسه قدمت بشكل حلو، فكان ببساطه من افضل الافلام في 2023. ونروح للمركز التاسع، فيلم ذا جريتور او المبتكر، واللي بيحكي في اطار من الحركه والغموض عن المستقبل القريب بعد نهايه العالم، لما بيخوض البشر حرب ضد الروبوت. ثواني باكل. ببساطه من امتع الافلام في السنه. كفيلم اكشن من افضل افلام الاكشن اللي اتقدمت السنه دي. كفيلم كقصه برضه فيها مشاهد دراميه رائعه، كقصه اتقدمت بشكل حلو، كريتم كان جميل، كاداء كان حلو جدا من البطل. فحرفيا بدون مبالغه هو من افضل الافلام في 2023، ومن اكثر الافلام اللي استمتعت بيها حرفيا صراحه. فانت لو ما شفتوش فايتك فيلم حلو جدا. ونروح للمركز الثامن، امتع فيلم المارفل من سلسله فيلم سبايدر مان نو واي هوم. فيلم حراس المجره الجزء الثالث، كوم باك لمارفل حرفيا. فيلم ممتع، امتع فيلم في سلسله حراس المجره، من امتع الافلام اللي عملتها مارفل، من افضل الافلام في السنه. قصته ببساطه بتدور في اطار من المغامره والحركه. بيرجع حراس المجره في مغامره اخيره خدميه، وبيتعرض شخصيه روكيت لاصابه بالغه بتخلينا نتعرف على الماضي بتاعه وتتوالى الاحداث. فيلم جميل ممتع، في كوميديا، في اكشن، في تصوير، في اداء كويس، في قصه جميله جدا ومؤثره. الماضي بتاع شخصيه روكيت كان جميل جدا صراحه، كان اكتر شيء عاجبني في الفيلم الفلاش باك بتاعه، اتعمل حلو جدا صراحه. فهي ببساطه من افضل الافلام السنه، من افضل الافلام نزل 2023 بدون نقاش. ونروح للمركز السابع، فيلم ذا كيلر، واللي بيحكي عن شخصيه قاتل مأجور بيفشل في مهمه معينه فبتتقلب عليه كل حاجه. من اقل افلام ديفيد فينشر، ما يتقارنش بالتوب ليفل بتاع ديفيد فينشر. لو حطيت في دماغك فكره ان الفيلم ده من اخراج ديفيد فينشر هتقول لا يا جماعه ده مش ديفيد فينشر خالص الصراحه. ومع ذلك من افضل الافلام في السنه. فيلم ممتع، فيلم في ناس كتير تقول عليه ممل. يا جماعه يعني مش عارف، ما هو الفيلم مش ممل. الفيلم ممكن يكون ممل اللي ما بيحبش النوعيه دي، فاهم الفكره؟ يعني اللي بيحب نوعيه الاكشن بس هيتفرج على الفيلم ده. ايه الفيلم الممل اوفر. اللي بيحب نوعيه الدراما اللي هي بريتم عالي شويه هيقول فيلم ممل. لكن انا شخصيا انا بحب النوعيه دي، انا بحب الريتم الهادي ده. مش ريتم هادي من غير اي شيء حلو ده هيبقى ممل، بس هنا ريتم هادي بطريقه جميله. هنا ريتم هادي بتصوير رائع، بكادرات ديفيد فينشر، باداء ولا اروع، بحوار بينه وبين نفسه ممتع. ممتع بمعنى الكلمه. عملت مراجعه للفيلم موجوده في القناه عايز تشوفها. فيلم جميل، فيلم ممتع، من اقل افلام ديفيد فينشر، ومع ذلك من افضل الافلام في السنه. مش لان السنه برضه وحشه، هي كده سنه وحشه، بس مش لان السنه مثلا ضايعه خالص فهو موجود في التوب، لا، لان هو فعلا فيلم حلو. وعشان خاطر انت قارنته بديفيد فينشر ده فعلا من اقل افلامه. لكن ايه كان ديفيد فينشر على جنب، لا يا جماعه الفيلم حلو جدا بالنسبه لي. اكتر الافلام اللي استمتعت بيها، فيلم حلو جدا صراحه من كذا جانب. انت لو ما شفتوش بدون مبالغه فاتك فيلم من افضل الافلام في 2023. ونروح للمركز السادس، فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس، او سبايدر مان عبر عالم العنكبوت. قصته بتحكي عن شخصيه مايلز اللي بينطلق عبر الاكوان المتعدده مع شخصيه يوين، ولكن لما بيلاقي ان بدات تجيله تهديدات بيلاقي ان هو لازم يثبت نفسه في عالم العنكبوت. اجمل فيلم لسبايدر مان من سلسله سبايدر مان هوم، لا هو اجمل فيلم لسبايدر مان في اخر 15 سنه هو وسبايدر مان هوم. حرفيا فيلم ممتع، فيلم ممتع فعلا. من افضل افلام سوبر هيرو ان لم يكن افضلهم، من افضل افلام في نوعيه الانيميشن دي. ممتع، هو فعلا اعلى واحد في النوعيه دي.
هو فعلا من افضل الافلام اللي ممكن تشوفها في السنه، فعلا من افضل الافلام اللي اتكلمت عن شخصيه سبايدر مان اصلا. فاهم الفكره؟ قصه جميله، معنى فكره ان حتى لو الفيلم انيميشن، حتى لو كان الفيلم ايه، لو الورق حلو فعلا هيطلع على الشاشه فيلم عظيم. من اجمل الافلام في السنه ومن امتع الافلام في السنه. طريقه تصويريه جميله جدا مش هتشوفها تقريبا في فيلم مختلف. المالتيفيرس كان رائع، فكره ان فاهم كذا عالم عاملين نخش وندخل، ده شيء مش اي حد بيعرف يتقنه. في افلام عملته وفشلت وكانت سيئه جدا، في الفيلم ده اتعمل حلو. فببساطه من اجمل الافلام في السنه، ومنتظر الجزء الثاني اللي هينزل 2024. ونروح للمركز الخامس ومع التوب 5. فيلم اكستراكشن الجزء الثاني، واللي بيحكي عن شخصيه تايلر اللي نجا بعجوبه بعد اللي حصل في الجزء الاول، وبيرجع هو فريقه بمهمة جديدة ولكن أكثر صعوبة. قصة بسيطة، أداء بسيط، أكشن متميز، أكشن فعلا يدهشك. أنت بتشوف نوعية أكشن مختلفة، تشوف نوعية أكشن مش هتشوف أي فيلم تاني. أنا بحب أسام فيلم اكستراكشن الجزء الأول، كان عظيم بمعنى الكلمة. فيلم الجزء التاني جميل جدا، نفس الليفل يعتبر. استمتعت بكل دقيقة، مفيش ملل، مفيش مشاهد تحس انها هتتشال، مفيش وقت حاسس انت عايز تقدم، مفيش اداء مثلا مستفز مثلا، مفيش حاجه مثلا ضايقتني بالبلد، مش حاجه ضايقتني في الفيلم. فيلم فعلا ممتع، فيلم فعلا من افضل افلام الاكشن في السنه، فيلم فعلا من اجمل الافلام في السنه، حتى بعيدا عن ان هو فيلم اكشن. يعني في مشهد 21 دقيقه بدون قط، فاهم الفكره؟ واكشن مش اي نوع وخلاص، تقدم بشكل حلو جدا. نروح المركز الرابع. ميشن امبوسيبل. انا بحب السلسله دي، انا فعلا بعشق السلسله دي. سلسله ممتعه، تصويريا جميله، اخراجيا جميله، بتقدم قصه مش اللي هي التقيله، بس قصه كويسه، بتقدم مشاهد تحفه مش هشوف اي فيلم اكشن تاني، لان ببساطه توم كروز البطل. الراجل ده بيعمل مشاهد تحفه يا جماعه، فعلا انت بتتفرج. انت اخر مره شفت حاجه بالجنون ده فيلم ميشن امبوسيبل اللي قبليه، فاهم الفكره؟ بس وقصة الفيلم بتدور عن شخصية ايسن اللي بيرجع يستخدم قدرته لحل المشاكل، لحل المزيد من الجرائم العالمية، وبيسعى في الفيلم ده هو وأصدقائه حول سلاح معين بحيث إن هو ما يقعش في إيد الأعداء. قصة مش معقدة ولكن فيلم جميل. النهاية ما كانتش أفضل حاجة، بس يظل فيلم من أمتع أفلام ميشن امبوسيبل، من أجمل الأفلام في السلسلة. توم كروز يا جماعة بتشوف نوعية أكشن مختلفة بتتعمل بشكل حلو، لا وسنتعمل بشكل من أفضل الأفلام في السنة بالنسبة لي، وكفيلم اكشن من التوب 3 فعلا، من اجمل افلام الاكشن اللي ممكن تشوفها في اخر كام سنه عامه. نروح المركز الثالث. كريستوفر نولان، تاني اقل فيلم في تاريخ كريستوفر نولان. هنحط قائمه افضل اعماله، هنحط الفيلم ده قبل الاخير، ومع ذلك من اجمل الافلام في السنه. عظمه كريستوفر نولان يا جماعه، الراجل بيعمل فيلم مش هو ده كريستوفر نولان خالص، ولا ده الليفل بتاعه، الليفل بتاعه اعلى من كده بكتير، ومع ذلك بيتقارن بافلام تقيله في السنه. مخرج مش طبيعي بفيلم رائع جدا، وهو فيلم اوبنهايمر. وقصته بتدور احداثه في اطار درامي حول السيره الذاتيه لشخصيه اوبنهايمر، والقنبله الذريه اللي اخترعها ومدى تاثيرها على البشريه. نولان، كريستوفر نولان، ما اعتقدش ان انت منتظر اي شيء تاني، يعني فاهم؟ كيليان مورفي البطل باداء افضل اداء في السنه، ما اعتقدش ان في اداء افضل منه. لو حد عنده اداء افضل منه يقول لي في التعليقات. من افضل الافلام في السنه، من اقل افلام نولان. انت دي فعلا النقطه دي استوقفت عندها كتير. قارن الفيلم ده بافلام نولان، هو اقل فيلم لنولان بعد فيلم تينت، فاهم الفكره؟ ومع ذلك من اجمل الافلام في السنه. الراجل بيعمل افلام عظيمه بمعنى الكلمه. فيلم عيبه الوحيد حرفيا هو التايم، هو الوقت. حرفيا في وقت في الفيلم فعلا كتير شويه، لو كان اتشال الفيلم ده من افضل الافلام في التاريخ، فاهم الفكره؟ فيلم حلو جدا، اتعمل حلو جدا، في مشاهد جميله جدا، في اداء اجمل اداء في السنه، من اجمل الاداءات اللي ممكن في اخر سنتين ثلاثه. قصه جميله، رؤيه كريستوفر نولان ببساطه من اجمل في السنه. من امتع الافلام اللي شفتها في اخر 5 سنين. امتع فيلم اكشن شفته في اخر 3 4 سنين، ان لم يكن امتع فيلم اكشن شفته في حياتي من ساعه فيلم ماتريكس. وهو ببساطه رائعه وعظمه وابداع وجمال سلسله جين ويك، بفيلم جين ويك الجزء الرابع. عظمه على عظمه. جين ويك السلسله الوحيده في العالم، الجزء الاول عظيم، الجزء الثاني احلى، الجزء الثالث احلى منهم، الجزء الرابع احلى منهم. السلسله الوحيده انا على استعداد ان هي لو استمرت ل 13 مش هطلع اقول ده حلب.
بل بالعكس، على ثقه ان الناس دي هتعمل فيلم الجزء ال 13 هيبقى احلى من الفيلم اللي قبليه. معضله صعبه، دي حسبه معقده، ده شيء مش عايز اقول مستحيل. انت كل جزء بتنزله يبقى احلى من اللي فات كله، شابوه شابوه فعلا لكل صناع العمل. وفيلم قصته بتدور بعد ما يكتشف جون ويك الطريقه اللي هتخليه يقضي على المجلس الاعلى وينال حريته في مواجهه مع عدو جديد، وبيبدا يشك في اقرب اصدقائه. من اجمل الافلام في السنه، من امتع الافلام في السنه ان لم يكن امتعهم. فيلم عظيم بمعنى الكلمه، فيلم اكشن، افضل فيلم اكشن. لو ما شفتوش ببساطه شايف فايتك فيلم من اجمل افلام الاكشن ممكن تشوفها في حياتك. ونروح للمركز الاول. يا الله يا الله على ده فيلم من امتع الافلام ممكن تشوفها في حياتك بدون مبالغه، مش ببالغ فعلا. كرأيي الشخصي حرفيا من امتع الافلام ممكن تشوفها في نوعيه الفيلم ده، وهو الفيلم العظيم تراك تو مي. ايوه يا جماعه، فيلم رعب، وانا واحد مش من عاشقين افلام الرعب. انت لو تراجع افضل 10 افلام عندهم السنه اللي فاتت واللي قبليها وهكذا هكذا، غالبا مش هتلاقي فيلم رعب غير واحد او اتنين، ومش واخدين مراتب زي الاول والتاني والتالت. لا، ده صعب اديه الفيلم رعب. ولكن الفيلم ده لا، استوقفت عنده كتير. لا، انا حرفيا ده الفيلم، مش الفيلم الوحيد بس من الافلام القليله جدا، رغم مش بتاعت افلام رهيب، من الافلام القليله قوي اللي وصلت فيها الاحساس والجوع للفيلم. حرفيا لسه مخلص الفيلم عايز اتفرج عليه تاني، عدى ايام ده عايز اتفرج عليه تاني وتالت ورابع وخامس. امتع فيلم في السنه، وده اللي مخليه فعلا بالنسبه لي في المرتبه الاولى. لان كمتعه فعلا انا ما استمتعتش كده باي فيلم في اللي شفتهم في ال10 افلام كلهم. بسيطه جدا، شباب عندهم ايد متحنطه، تمام، بيتقال عنها كلام ان هي عليها تعويذ. مجرد ما بتمسك الايد اكنك هتسلم عليها وتقول تاك تو مي او تكلم معي، بتبدا استحضار الارواح وبتبدا تشوف الناس الميتين موجودين معاك. في البدايه في البدايه الموضوع يبقى بالنسبه لهم كوميدي وشيء ممتع، ولكن بعد كده بيتقلب عليهم. فيلم عظيم، موسيقى من الاجمل، اداء من الاجمل، قصه من الاجمل، تقديم من الاجمل. كرعب، اجمل فيلم رعب من ساعه اقويت بيز الجزء الاول تقريبا في 2018 او جيت اوت في 2017 تقريبا. فيلم رعب ممتع، انت فاهم الفكره؟ اصل الحوار ده حرفيا مش بتلاقيه في افلام الرعب كتير. فيلم الرعب اللي هو فاهم انا فعلا اترعبت، خلاص كده انت مش منتظر حاجه تاني، فاهم؟ واغلب الافلام نفس النمط ده. لا، انت مستمتع. مشاهد الرعب انت مرعوب ومستمتع، مشاهد الدراميه انت مستمتع بيها، المشاهد العاديه انت مستمتع بيها، مشاهد الموسيقى انت مستمتع، مشاهد الكوميديا انت مستمتع. فيلم فعلا كل دي فيلم ممتعه بالنسبه لي، امتع فيلم شفته في اخر سنتين تقريبا، فاهم الفكره؟ امتع فيلم في السنه بدون نقاش. وقبل ما نختم الحلقه، في كام فيلم في القائمه الشرفيه لازم نتكلم عليهم، ما ذكرناهمش ما دخلوش قائمه افضل 10، بس على الاقل كانوا لازم يمسكوا في القائمه الشرفيه. وهما سريعا فيلم طرد الارواح الشريره ايفل ديد رايس او صعود الشر المميت، وفيلم ميجان، وفيلم انتي مان الجزء الثالث او الرجل النمله والدبور. وسؤال الحلقه، ايه افضل فيلم بالنسبه لك في السنه؟ النهارده حاول تشترك بالاشتراك، وسلام.